إذا فازت ستقابل في الدور يوم السبت 10 جانفي إن شاء الله. سنقابل الفائز من لقاء نيجيريا أمام منتخب الموزمبيق، في حين في نفس الطريق فيه لقاءات صعبة أيضا بين جنوب إفريقيا مع منتخب الكاميرون، منتخب أو مباراة لقاء صعب. الفائز منهم سيواجه الفائز من لقاء المغرب أمام تنزانيا، اللي تعتبر ربما بنقطتين أضعف فريق في دور الثمن النهائي. الفائز من المغرب مع تنزانيا سيواجه السنغال أمام على بالنا بلي ما نسقسيكش على الجزائر، طبعا كلنا نتمنوا تأهل المنتخب الجزائري. كيف ترى لقاء جنوب افريقيا امام الكاميرون؟ شفت الكاميرون وشفت جنوب افريقيا. مقابلة صعيبة، ولكن انا نرشحها. نعم. نرشح المنتخب الكاميروني. الكاميروني اللي واش قدم في هذه الدورة هذه نرشحه. نيجيريا امام منتخب الموزمبيق. ما فيش كلام. نيجيريا ما تتوقعش مفاجأة؟ ما كاش مفاجأة. يعني الجزائر إذا تأهلت ستواجه نيجيريا، والمنتخب المغربي أمام المنتخب التنزاني. ما فيش كلام. ما فيش كلام. يعني الكاميرون أيضا راح تكون فيه صعوبات. جنوب أفريقيا مع الكاميرون. قلت لي الكاميرون ستواجه المغرب. من تعتبر بأنه عنده، إذا ما كانوا يعني الحكام عادلين والأفار عادلة، نشوف الكاميرون تمر، يعني قد تواجه الكاميرون في النصف النهائي. نعم. نروحوا للجهة المقابلة، أعطينا الجهة المقابلة من هيه ونشوفوا مع سمير العماري كيف ترى اللقاءات الأخرى. أعطينا الجهة المقابلة الفوق، بدأ لي بالفوق طبعا، لقاءات تونس التي منتخب مالي تونس، الفائز منهم سيلعب ضد منتخب السنغال أمام منتخب السودان. تونس مالي. نعم. أنا أرى مالي. شوف مالي والسنغال مع السودان. لا السنغال يعني رايحة مالي السنغال سان شوك. هذا سان شوك في الكارت فينال. في الكارت فينال الفائز من مالي السنغال. نروحوا لنفس الطريق مع أمين عودية، مصر أمام منتخب البنين، والفائز منهم سيواجه كوت ديفوار أو بوركينا فاسو. بوركينا فاسو شفنا. أرشح مصر يروح بعيد في المنافسة رضوان. مصر أرشحه يروح بعيد في المنافسة، لأن هناك مؤشرات ما تكذبش رضوان. علاش؟ مباراة جنوب إفريقيا فعلت الذهاب إلى أبعد نقطة ولما لا هي النهائية. مصر عندهم العادات والتقاليد وعنده التركيبة، وحسام حسن من ما اقترحه علي في مباراة جنوب إفريقيا اقترح أشياء جميلة جدا تكتيكيا. يعني لعبون لوزونج، لعب بمهاجمين بدون رأس حربة، يعني بقوته. مصر إذا فازت أمام المنتخب تتجاوز طبعا البنين، هذا طبيعي نوعا ما، ستفوز على كوت ديفوار او بوركينا فاسو. لما تكلمت لك قلت لك نعم. لما تكلمت لك على مؤشرات لا تكذب، هل شاهدت ب10 لاعبين طريقه دفاع مصر ضد جنوب افريقيا ولا؟ لما تكون عندك دفاع مماثل تسجل الاهداف رضوان. ضد هذا مصر رضوان 7 كؤوس افريقيه. نعم. لكن كوت ديفوار ايضا طريقه لا ممتاز. انا قلت لي من ترشحني قلت لك انا طريق مصر ليس معبدا. بامكان المدرب ربما يخطئ في قراءته طبعا. انا مازال مانيش نعلم الغيب، ولكن انا قلت لك هناك بعض من المؤشرات ثابته وغير قابله للتغير. عمر بودي، يمكن بالنظر لهذا البرنامج، اعطينا البرنامج نشوفه من جديد، بالنظر الى هذا البرنامج قد نصل لنصف نهائي عربي 100%. الجزائر مع المغرب، وبما انه سي امين عوديه ويرشح لنا في مصر قد تواجه تونس في نصف النهائي تولي دومي فينال 100% ارابيكا. ممكن ولكن خاصه المنتخب التونسي، انا نظن المنتخب التونسي يقدر يحدث ماشي مفاجاه، ولكن ما ظهرش يخرج من عنق الزجاجه. بالضبط، ما ظهرش شيء كثير في المجموعه. كاين انتقادات كبيره للمدرب خاصه في اللقاء الثالث، يعني خاصه في اللقاء الثالث، ولكن مع مالي منتخب تونسي ممكن. مالي اظهر مستوى لا باس به. صعب التاهل تاعو، كان صعب نوعا ما، ولكنه
ادى مباراه كبيره امام المغرب، هجوم كان يستحق الفوز لولا التحكيم. نعم بالضبط. ولكن نوري لك المنتخب اللي عجبني في هذا دوري المجموعات، المنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني اللي كان داير هذه الكاس هي مرحله تحضيريه، يعني ما داروش ضغط على اللاعبين لكاس العالم بالضبط. ولكنهم اقصيوا. لا اقصيوا، هم قال لهم مرحله بناء في جديد. البدايه قال لك نديروا لو رحنا لكاس العالم، قال لك نحضروا بها ترانزيسيون كي ما راحوش كاس العالم الان. هذه راهم يحوشوا فريق شاب زعما بالضبط. ولكن فريق شاب راهو برز، لهذا نظن ما تكونش مفاجات، ولكن نصف نهائي عربي صعب جدا صعب جدا صعب بين جدا. الاتحاد العاصمه اللي فرض نفسه بالضبط، فرض مدافع نفسه. شمالا. إذا خلونا نغلق ملفات هذا البرنامج بفتح نقاش أخير حول إذا فازت ستقابل في الدور يوم السبت 10 جانفي إن شاء الله، سنقابل الفائز من لقاء نيجيريا أمام منتخب الموزمبيق، في حين في نفس الطريق فيه لقاءات صعبة أيضا بين جنوب إفريقيا مع منتخب الكاميرون، منتخب أو مباراة لقاء صعب. الفائز منهم سيواجه الفائز من لقاء المغرب أمام تنزانيا اللي تعتبر ربما بنقطتين أضعف فريق في دور الثمن النهائي. الفائز من المغرب مع تنزانيا سيواجه السنغال أمام على بالنا بلي ما نسقسيكش على الجزائر، طبعا كلنا نتمناو تأهل المنتخب الجزائري. كيف ترى لقاء جنوب افريقيا امام الكاميرون؟ شفت الكاميرون وشفت جنوب افريقيا. مقابله صعيبه، ولكن انا نرشحها. نعم. نرشح المنتخب الكاميروني. الكاميروني اللي واش قدم في هذه الدوره هذه نرشحه. نيجيريا امام منتخب الموزمبيق. ما فيش كلام. نيجيريا ما تتوقعش مفاجاه؟ ما كاش مفاجاه. يعني الجزائر اذا تاهلت ستواجه نيجيريا، والمنتخب المغربي امام المنتخب التنزاني. ما فيش كلام. ما فيش كلام. يعني الكاميرون ايضا راح تكون فيه صعوبات. جنوب افريقيا مع الكاميرون. قلت لي الكاميرون ستواجه المغرب. من تعتبر بانه عنده، اذا ما كانوا يعني الحكام عادلين والافار عادله، نشوف الكاميرون تمر، يعني قد تواجه الكاميرون في النصف النهائي. نعم. نروحوا للجهه المقابله، اعطينا الجهه المقابله من هيه ونشوفوا مع سمير العماري كيف ترى اللقاءات الاخرى. اعطينا الجهه المقابله الفوق، ابدا لي بالفوق طبعا. لقاءات تونس التي منتخب مالي تونس، الفائز منهم سيلعب ضد منتخب السنغال امام منتخب السودان. تونس مالي. نعم. انا ارى مالي. شوف مالي والسنغال مع السودان. على السنغال يعني رايحه مالي السنغال سان شوك. هذا سان شوك في الكارت فينال. في الكارت فينال الفائز من مالي السنغال. نروحوا لنفس الطريق مع امين عوديه. مصر امام منتخب البنين، والفائز منهم سيواجه كوت ديفوار او بوركينا فاسو. بوركينا فاسو شفنا رشح مصر يروح بعيد في المنافسه رضوان. مصر رشحه يروح بعيد في المنافسه، لان هناك مؤشرات ما تكذبش رضوان. علاش؟ مباراه جنوب افريقيا فعلت الذهاب الى ابعد نقطه ولما لا هي النهائيه. مصر عندهم العادات والتقاليد وعنده التركيبه، وحسام حسن من ما اقترحه علي في مباراه جنوب افريقيا اقترح اشياء جميله جدا تكتيكيا. يعني لعبون لوزونج، لعب بمهاجمين بدون راس حربه يعني بقوته. مصر اذا فازت امام المنتخب تتجاوز طبعا البنين، هذا طبيعي نوعا ما، ستفوز على كوت ديفوار او بوركينا فاسو. لما تكلمت لك قلت لك نعم. لما تكلمت لك على مؤشرات لا تكذب، هل شاهدت ب10 لاعبين طريقه دفاع مصر ضد جنوب افريقيا ولا؟ لما تكون عندك دفاع مماثل تسجل الاهداف رضوان. ضد هذه مصر رضوان 7 كؤوس افريقيه. نعم. لكن كوت ديفوار ايضا طريقه لا شفناها ممتازه. انا قلت لي من ترشحني قلت لك انا طريق مصر ليس معبدا. بامكان المدرب ربما يخطئ في قراءته طبعا. انا مازال مانيش نعلم الغيب، ولكن انا قلت لك هناك بعض من المؤشرات ثابته وغير قابله للتغير. عمر بودي، يمكن بالنظر لهذا البرنامج، اعطينا البرنامج نشوفه من جديد، بالنظر الى هذا البرنامج قد نصل لنصف نهائي عربي 100%. الجزائر مع المغرب
وبما انه تونس. السي امين عوديه يرشح لنا في مصر، مصر قد تواجه تونس في نصف النهائي تولي دومي فينال 100% ارابيكا. ممكن ولكن خاصه المنتخب التونسي، انا نظن المنتخب التونسي يقدر يحدث ماشي مفاجاه، ولكن ما ظهرش يخرج من عنق الزجاجه. بالضبط، ما ظهرش شيء كثير كاين في المجموعه، انتقادات كبيره للمدرب خاصه في سامي اللقاء طرابلسي. الثالث، يعني خاصه في اللقاء الثالث، ولكن مع مالي منتخب تونسي ممكن. مالي اظهر مستوى لا باس به، صعب التاهل تاعو كان صعب نوعا ما، ولكنه ادى مباراه كبيره امام المغرب. هجوم كان يستحق الفوز لولا التحكيم. نعم بالضبط، ولكن نوري لك المنتخب اللي عجبني في هذا دوري المجموعات، المنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني اللي كان داير هذه الكاس هي مرحله تحضيريه، يعني ما داروش ضغط على اللاعبين لكاس العالم. بالضبط، ولكنهم اقصيوا. لا اقصيوا، هم قالوا لهم مرحله بناء في جديد. البدايه قال لك نديروا لو رحنا لكاس العالم، قال لك نحضروا بها ترانزيسيون كي ما راحوش كاس العالم الان. هذه راهم يحوشوا فريق شاب زعما بالضبط جديد. ولكن فريق شاب راهو برز، لهذا نظن ما تكونش مفاجات، ولكن نصف نهائي عربي صعب جدا صعب جدا صعب بين جدا. الاتحاد العاصمه اللي فرض نفسه بالضبط، فرض مدافع نفسه. شمالا. إذا خلونا نغلق ملفات هذا البرنامج بفتح نقاش أخير حول